منين السعودية؟ فين في جدة؟ حمدانية. طيب تمام. تنفس أخباره معاك. خشم سعودي نسعى لأن يكون أجمل بإذن الله. صديقتنا اللي شرفتنا من جدة النهاردة بتشتكي من طول الأنف. المفروض إن طول الأنف يكون تلت طول الوجه، إنما الأنف عندها أكبر من تلت طول الوجه. كمان المسافة بين الشفة العلوية وأرنبة الأنف صغيرة، ده بيدي انطباع بأنف طويل وبيدي انطباع دايما بسن أكبر من السن الحقيقية للمريض اللي معانا. الحاجة الثانية اللي المشكلة اللي موجودة معاها إن عظم الأنف من أعلى عريض إلى حد كبير، يجب نحته وضمه ليعطي منظر أنثوي. المشكلة الأكبر اللي موجودة هي التحدب اللي موجود في ظهر الأنف. الأنف الأنثوي ظهر الأنف فيه مقعر قليلا للداخل ليعطي منظر أنثوي جميل. أرنبة الأنف مشقوقة زي ما احنا شايفين، ولا تعكس نقطة النور اللي ساقط عليها ده، والسبورت أو التدعيم فيها ضعيف جدا بتقع أثناء الضحك. ده اللي هنشتغل عليه أثناء العملية. التنفس من الأنف ضعيف بسبب اعوجاج الحاجز الأنفي من الداخل، وده إن شاء الله هنصلحه باستعمال المنظار أثناء العملية إن شاء الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية مباشرة إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. صديقتنا جت من السعودية بأنف طويلة وستعود إلى السعودية إن شاء الله بجوهرة مثبتة في منتصف الوجه. أجزاء الأنف عندها أصبحت متناسقة مع بعضها البعض. طول الأنف تم تقصيره. الأرنبة أصبحت سبورتد ومدعومة وبتعكس نقطة النور اللي ساقط عليها. عظام الأنف من أعلى تم نحتها. ظهر الأنف ده أجمل حاجة في الحالة معانا زي ما احنا شايفين، أصبح مقعر قليلا للداخل بعد ما كان محدب للخارج. الحاجز الأنفي اللي فيه اعوجاج مؤثر على التنفس من الأنف تم إصلاحه من الداخل بالمنظار. شكرا لدعواتكم الجميلة. صديقتنا إن شاء الله ترجع للسعودية تستمتع بتنفس أفضل وضحك أجمل بإذن الله.